السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم أخوكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والفيديو ده يا جماعة تكملة للفيديو بتاع الفيديو اللي فات، الأرنبة البابيون اللي كانت والدة. طبعا دي الأرنبة دي والدة معاها في نفس اليوم اهيت. فهنشوف طبعا ولاد الأرنبة ديت، ونشوف لو احنا عاوزين نعمل تبني، أو هنشوف لو هنودي أرانب هناك أو هنجيب أرانب هنا، او لو الخلفه قريبه من بعضها في العدد، هنسيب كل ارنبه على وضعها او على الارانب اللي عندها. اول حاجه زي ما قلنا بنقفل على الارنبه كده، وبنجيب طبعا الابلكاشه دي، وبنقفل بين الولاده والارنبه كده بالطريقه دي. وبنبدا ان احنا نشوف الخلفه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، الخلفه هي. هناخد برضو شويه شعر كده من الشعر ده كده، نحطهم في العلبه، نعملهم زي العش كده. وهنبدأ طبعا ناخد الخلفة هيت واحد واحد. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، خلفة حجمها كبير. دي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. دول 7 أرانب اهم يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. طبعا الأرنبة التانية عندها 8 أرانب، فمفيش فرق، هو أرنب واحد لو شلناها من هنا حطيناها هنا دي برضه هيبقى عندها 8 والتانية 7. فهنسيبه طبعا مع الأم الأساسية. طبعا الأرانب دول يا جماعة حجمهم كبير طبعا، فالأرانب التانيين حجمهم صغير شوية، لأن هم كانوا عدد، كانوا 10 بس ميت منهم 2. الأرانب دول بسم الله ما شاء الله حجمهم كبير، نتيجة إن الأم بتاعتهم برضه حجمها أكبر شوية، والنوع بتاعها احسن شويه من الام البابيون التانية. فطبعا الارنبه دي طبعا الخلفه بتاعتها كويسه. طبعا الكلام ده بيفرق في الخلفه، وبيفرق في الميزان بتاع الفطامه لما تيجي تفطم. بس طبعا كل أرنبة بيبقى لها مميزات ولها عيوب. وطبعا احنا بنحاول نخلي عندنا جميع الأنواع والأشكال على قد ما نقدر، عشان طبعا ما ينفعش ان احنا نشتغل بنوع واحد أرانب. بنحط الأرنبة زي ما هي شغالة كده، بنحط الأرانب زي ما احنا شغالين كده عفوا. طبعا الشعر اللي كان فوق اقول له كان في تحت الأرانب جه فوقهم، فبنسيبهم على وضعهم زي ما هم كده. العش طبعا يا جماعة ما فيهوش اي حاجه بايظه اهوت، ما فيهوش لا دم ولا اي حاجه، ولا في ارانب ميته في اي جنب لا هنا ولا هنا. لازم طبعا نشوف الكلام ده، عشان العش ده طبعا لو في اي حاجه بايظه أو بواقي دم، اي حاجه ميته، بتعمل طبعا ريحه وحشه، وبتخلي الارنبه دي تهجر الارانب، وبالتالي الارانب بيضعفوا ويموتوا نتيجه قله الرضاعه، ونتيجه ان الارنبه بتخش من الريحه الوحشه تدهوس على الارانب وتفحفر فيهم، فبتلاقي طبعا الارانب ماتوا. وده غير طبعا الريحه الوحشه في المكان والبكتيريا والحاجات اللي بتحصل في المكان. فلازم طبعا ان احنا نراعي ان احنا نبص على الارانب كويس. وفي الشتاء طبعا كل يومين او 3 لازم نبص على الخلفه، ونبقى عاملين جدول للارنبه فيه عدد الخلفه بتاعتها، ونعدهم طبعا. لان انت مثلا عارف ان الارنبه دي معاها 7 ارانب، بتبص عليهم بصه سريعه، بتروح كاشف الغطا كده. طبعا لما يكبروا شويه بيبقى سهل عدهم، وبتروح عادتهم وهم ما بتشيلش بقى، بتروح عادتهم زي ما هم في البتاع. دول 7 مثلا، 1 2 3 4 5 6 7، وبتروح مغطيهم تاني. عارف ان دول 7 خلاص تمام على كده. لقيتهم 6 مثلا، او لقيتهم مثلا اقل من كده، بتدور طبعا، بتشوف واحد ميت هنا، واحد منطور في الولاده جوه، ممكن يتنطر عند الام جوه ويعدي في عين تانية او يقع في الصرف. فطبعا لازم ان انت تبقى كاتب ملاحظات كده لكل ارنبه. ممكن ان انت تكتبها على الولاده زي ما انا بعمل كده بالطباشير، تاريخ الولاده او تاريخ التلقيح، وعدد الخلفه برضه بالطباشير. وطبعا بتمسحه بعد ما الأرنبة تبتدي إنها تلقح بعد كده، والأرانب اللي عندها يتفطموا، وبتكتب الملاحظات الجديدة. بنقفل على الأرنبة طبعا وبنفتح لها كده. وطبعا بنحاول إن إحنا الأرانب الوالدة يا جماعة زي ما قلنا بنحط لها أي حاجة خضراء موجودة عندنا. وطبعا لازم إن إحنا ما نحطش الحاجات الخضراء اللي إحنا بنحطها طبعا الأرانب الوالدة دي
ارنبه زي دي مثلا معاها خلفه كبيره اهي ما بنحطلهاش طبعا، لان الخلفه دي بتاكل. ارنبه زي دي برضو طبعا معاها خلفه كبيره ما بنحطلهاش، لان برضو الخلفه دي بتاكل. في اي حاجه خضراء ما بنحطهاش للارنبه اللي معاها خلفه بتاكل. انما الارنبه الكبيره او الارنبه اللي هي بتلقح وشغاله عندك، طول ما عندهاش خلفه بتاكل تقدر ان انت تحط لها حاجات خضراء زي ما انت عاوز، مع العلم ان احنا ما بنقللش حاجه من الوجبه بتاعتها الاساسيه اللي هي بتبقى من العليقه او من العلف. بنكمل بالحاجات الخضراء بس. ده طبعا بيديها فيتامينات وعناصر بتساعد على الرضاعة وبتساعد على الخصوبة بعد كده، وبتساعد على ان الأرنبة دي تبقى صحتها كويسة في الشغل بتاعها او في الانتاج بتاعها. بكده طبعا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.